المصافحة والحديث يكون مع الصفحة الرسمية للنادي الافريقي، وهذا شيء طبيعي. واحد باش يوصل الميساج نتاعو للعائلة الموسعة للنادي الافريقي. وصافي اون سومان من اللي بديت ما عملت حتى تصريح في حتى وسيلة إعلامية. اليوم أول مصافحة مع النادي الافريقي عن طريق الصفحة. أكيد العشر سنوات الأخيرة كنت موجود في المشهد في تونس، يعني الجو العام على مستوى البطولة التونسية ولا على مستوى الأجواء العامة كلهم عايشهم كما يلزم. النادي الافريقي كان فما حاجه ما تغيرتش، الجماهير الكبيره نتاعهم والباسيون، الشغف بالنادي نتاعها ديما هذا موجود. تاريخ النادي وانجازاته الكبيره هذوما الحاجات اللي ما تغيروش. فيه الضغط كالعاده، الضغط مسلط على الناس الكل، وهذا ضغط طبيعي، ضغط الفرق الكبرى اللي تحب تلعب على كل شيء. في حاجات تتغير بالتاكيد، البارك تغير، الانفراستركتور الحمد لله تحسنت، الكوتيديان وين يعيش الفريق ولات فيه جزء كبير من الجانب الاحترافي اللي لازم نوفره للاعب موجود، وهذا شيء ايجابي. اكيد فما حاجات لازم تخلط، اللاعبين تغيروا، المسؤولين تغيروا، لكن الاهداف قعدت هي بيدها، الباسيون هي بيدها، الشغف هي بيده. وان شاء الله مع بعضنا بالعمل المشترك، وخاصه الناس كله اليد في اليد ان شاء الله نوصل للهدف نتاعنا ان شاء الله. والله من الاتصالات الاولى مع المسؤولين لمست برشا احترام، برشا رغبه باش نعملوا تجربه ان شاء الله تكون تجربه ناجحه. الناس كل براتيكمون في ليزيتاب الاولانيين الافكار قربت لبعضنا، كنا متفقين اللي كانوا العمل الجاد والمستمر اكيد باش يعطي الثمار نتاعو، والناس كل ماشيين في التوجه هذايا. وزاد كيف حسيت اللي كانوا فما اصداء طيبه من الجماهير اللي في الفتره هذه باش تقف اكثر مع النادي نتاعها، باش تحاول تكون فيه بيئه ايجابيه، نزيد تحفز اكثر اللاعبين وتحسسهم من المسؤوليات نتاعهم. انا عندي اسبوع توا مع النادي، في عملنا تربص كان مفيد جدا. قربت للملاعبيه وقفت على الجائزه نتاعهم من المجموعه، نقول مجموعه واعده فيها لاعبين اصحاب خبره، فيها لاعبين شبان، فيها اجانب. اكيد فتره التوقف هذه فتره توقف طويله، الانقطاع صار، النسق ما كانش قوي، لكن الجاهزيه هذه قاعدين نسعى ولكونه الاسبوع نتاع التربص خدمنا كما يلزم. الاسبوع الجاي زاد كيف باش نواصلوا العمل بنسق تصاعدي. عده معطيات تخلينا اللي كونه الفريق فيه نقاط نبنيو عليها، وفيه نقاط يلزمنا نطوروا فيهم لو بلو فيت بوسيبل، حتى كان تكون الجاهزيه على المستوى التكتيكي ولا البدني بحكم الانقطاع ماهيش كبيره، لكن لازمنا نعوضوها ببرشا جرينتا، برشا فولونتي. كي يشوفوا النادي الافريقي اللاعبين يلعبوا، ناس تقاتل، ناس تحب تحقق شيء، وسورتو متضامنين مع بعضنا، الناس كل فكره واحده فوق الميدان. مقاربه نتاع كي ترى فوق التيران نتاع 11 الملاعب يقاتلوا، واللي باش يهبطوا زاد كيف باش يكونوا في نفس الفكر. هذا يمكن كمرحله الاولى ينجم يغطي النقص نتاع الجاهزيه اللي ان شاء الله مع الاسابيع الجايه تبدا في نسق تصاعدي، ونوصلوا نكونوا 100% من الامكانيات نتاعنا فرديا وجماعيا خاصه. جاهزيه اكيد مش باش تكون 100%، خاطر 7 ولا 8 سمان بلاش كومبيتيسيون، ريبريز، وكل ريبريز تكون فيها حاجات مازالت ما تحطتش اون بلاس 100%، وهذا شيء طبيعي. لكن هذا يلزمنا كما قلت لك نغطيوه برشا اونفي، برشا كومباتيفيتي، برشا كوراج، برشا سوليداريتي ما بين الاطراف الناس الكل. وهذه اهم نقطه لازم تكون موجوده في ليماج اللي باش تكون في المستقبل القريب ولا حتى من بعد. ابارتير دو لا
الأولوية متاعنا سي المقابلة الجاية، الأولوية متاعنا من الجانب الرياضي سي رويسير لونطام متاعنا، خاطر نلعبوا في الكومبيتيسيون تاع الكاف، نضمنوا الترشح متاعنا ولازمنا نكونوا الاولانيين بحول الله. هذا من جانب الرياضي. الاولويه سي المقابله الجايه، دونك كونسنتراسيون توتال على المقابله الجايه. لكن ما فيش كان الجانب الرياضي برك، في اولويات اخرى اللي نعتبرهم هامين جدا وشرط من شروط النجاح. الاولويه الثانيه اللي كل ما هو لاعب باش يلعب لازم يطرح فيه هيك الصوره اللي هابط يقاتل، هابط يعطي صوره نتاع كومباتيفيتي، صوره نتاع برشا اسبري نتاع عقليه انتصاريه. هذه جزء كبير من الاولويات نتاعنا انا وبقيت لي طرفاني. زاد كيف برشا انضباط فوق الميدان au niveau de la discipline tactique, au niveau surtout تاع l'application تاع لي كونسيني داخل الميدان وخارج الميدان، والروح الجماعيه اللي تكون موجوده في الاطراف الكل. هذه الاولويه من الاولويات، يعني مش باش نكونوا بليتو صارمين مع عده ديزاتيتود معينين دو تال فاسون يلزمهم يمشيوا في الفكر الجماعي، وهذا ينطبق مش على اللاعبين الكل، ينطبق على كل مكونات النادي اللي كنا ندزوا فرد اتجاه كلنا مع بعضنا، خاطر مع بعضنا نوليو اخا. كل واحد يجبد الروح وكل واحد يخمم في مصلحته الشخصيه راه نوليو اضعف. وقت نوليو اضعف نعطيو فرصه للمنافسين نتاعنا باش يوجعونا. لا، احنا الاولويه نتاعي انا وبقيت لي طرف فني لازمنا تكون مقاربه جماعيه، نامنوا لكونه العمل الجاد والمستمر لازم باش يعطي الثمار نتاعو. برشا خدمه، برشا جرينتا، برشا عقليه انتصاريه، برشا اونفي وسورتو استمراريه. يعني هذا مش باش تكون على 20 دقيقه ولا 30 دقيقه في المقابله، لازم تكون مقابله برك. ومهما كانت الريوسيت في المقابله هيك لازمنا نكونوا جيعانين بيرفورمانس، ولازمنا تكون عندنا دي بيرفورمانس دون لا ديوري. صحيح المقابله الجايه ديما اهم حاجه هي المقابله الجايه هي اللي عندها امبورتونس كابيتال، لكن مع الجانب الرياضي لازم يكون في سلوك نتاع فريق كبير، فريق اللي منظم، فريق فيه برشا انضباط، فيه برشا روح جماعيه. لي اتيتود ايغويست ما عندهمش مكان معنا في المقاربه الجديده، ما نقولش الجديده اللي نامن بها، اللي كانوا باش تعطينا ديزاتو باش ننجحوا. الوقت هذا يكون متوفر، راهي طموحاتنا تكبر ونكونوا ماشيين في الطريق الصحيح ان شاء الله. صحيح اللي تغير اللي كونه النادي الافريقي كما قلت لك تغيروا اللاعبين، وتغير اللي كونه اليوم موجود يلعب على ثلاثة وجهات كاف شامبيون كوب. دونك هذايا عنا سنوات ما عشناش الوضعيه هذه. مهم اللي كونه كيفاش نفكروا، يلزمنا نفكروا بالمقابله. بالنسبه لنا احنا التركيز نتاعنا ما حتى اي حاجه نعملوها يلزمنا ننجحوا فيها. التركيز على الحاضر، التركيز على اليوم، التركيز على السيونس دونتريمون، التركيز على الحاجات اللي قلتهم لك، سورتو على مستوى الفكر الجماعي وعلى مستوى النادي كيفاش باش يعيش. وقتها انت تخمم، ما نقولش كور تيرم، تخمم باش تنجح الجماعه نتاعك بالترينا مليح في بون اتيتود، برشا ديسيبلين، نقربوا لبعضنا، والاهم شيء سي لوبجيكتيف لو بروشان ماتش. دونك لهنا هذه الفكره نتاعنا على مستوى سي ايتاب بار ايتاب، وكما نقولوا احنا الشاي تجي ان شاء الله بالانتصارات ونمشيو بالماتش. هذا اللي يخلينا اللي كونه نمشيو في الاهداف نتاعنا. وقد ما تخدم مليح وقد ما تبدا فما الروح الجماعيه او الفكر الجماعي، وقد ما تحط انت توظف الامكانيات نتاعك مهما كان موجود انسان في وسط النادي هذا لصالح المجموعه. تي كاليتي او سيرفيس دو كولكتيف وليكيب اي بلوز امبورطونت كو نيمبورت كال جوور. الفريق اهم من اي اسم موجود لغادي. ننخرط في المجموعه هذيك، نخموا اللي كونه ننجحوا كل نهار نتاعنا، وبالماتش هكاك طموحاتنا تكبر ونبداو في لي زوبجيكتيف نتاعنا بحول الله. دخلنا في المرحله الحاسمه، المرحله اللي كونه تتطلب جاهزيه على المستويات الكل. النجاح هو نتيجه العمل، نتيجه تضافر مجهودات الكل. انا وبقيت لي طرف فني كل ما عندنا من طاقه ومن القوه
دو تيل فاسون باش نحاولوا نحطوا اكثر ما يمكن من اسباب النجاح وشروط النجاح. اللاعبين زاد كيف لمست فيهم لكونوا حرصهم باش الفتره الجايه على مستوى التركيز وعلى مستوى العطاء وعلى مستوى الروح الجماعيه باش تكون موجوده. اسبري نتاع باش نهبطوا فما حتى حد خير منا، فما حتى حد ما نجموش نحققوا الاهداف نتاعنا قدامهم. برشا ثقه، برشا اونفي، برشا كومباتيفيتي، برشا كوراج، اي سورتو تظافر الناس الكل يد واحده دو تال فاسون باش ان شاء الله نوصل للاهداف نتاعنا. اكيد الضغط باش يكون موجود، وهذا ضغط طبيعي في الفرق الكبرى، في الفرق اللي تلعب القاب. الضغط باش يكون موجود نتاع النادي، انجازاته كبيره، تاريخه كبير. احنا مطالبين باش نكونوا في الفتره هذه افون في النهارات الكل، في كل حاجه نعملوها لازمنا ننجحوا فيها. وان شاء الله ربي يوفقنا مع بعضنا الناس الكل، وكلنا في اتجاه واحد، في هدف مشترك، وبقدره السميع العليم ان شاء الله يكون التوفيق حليفنا.